غياب شخصية الأهلي وأخطاء كولر والأخطاء الفردية والتحكيم في ذمة الله، ده ملخص مباراة الأهلي وصن داونز. للأسف لعيبة النادي الأهلي ما عندكوش أي حجة. كنت بتقولوا الماتش الساعة 3 والأول كنا بنلعب والشمس وعز الصيف وضغط الجماهير. لا، دلوقتي الملعب لما بدأ اللقاء نص الاستاد ما كانش مليان، امطار جميله جدا وجو كوره فعلا، مفيش شمس، مفيش اي اجهاد، مفيش اي مشاكل في اللقاء غير التحكيم. فعقده صن داونز باينه جدا جدا على اداء لاعيبه النادي الاهلي، وما عندهمش ثقه في نفسهم، واخطاء كولر زادت جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي. ماتش النهارده يا جماعه غير اي ماتش، غير اي ماتش لعبنا فيه صن داونز. مفيش اي حجه للعيبه غير ان اللعيبه دي ما عندهاش ثقه في نفسها. اللعيبه ديت نازله وهي مهزومه قبل اللقاء. مفيش كوره، مفيش روح، مفيش جديه، في رعونه وفي اخطاء ساذجه. شفنا الهدف اللي جه في مرمانا طبعا خطا، وخطا للشناوي بطريقه كبيره جدا. كده الشناوي يا جماعه مزود القصه. هدف زي كده من بره الصندوق وشوطه في اتجاه معين وتخش فيك بالشكل ده، لا كده كتير. ماتش النهارده يا جماعه مفيش اي حاجه زي ما احنا قلنا. الماتش ده يطلع اقل حاجه خالص تعادل 1-1. مع ذلك احنا ضيعنا اهداف وكان لينا ضربه جزاء. الحكم طبعا الغريب معرفش ده جايبينه منين، والحكم بتاع الفار السيده طبعا اللي حكمت لقاء النادي الاهلي مع اتحاد العاصمه في السوبر، وطبعا برضو ما احتسبتش ضربه جزاء للنادي الاهلي. فتحكيم فاشل، اتحاد كوره فيه فساد كبير جدا جدا جدا. اداره النادي الاهلي بقول لها اللي هي اداره ضعيفه جدا جدا في الوقت الحالي. المفروض كنا احنا نعترض على التوقيت ونعترض على التحكيم ونعترض على حاجات كتير، لكن احنا ما بنتكلمش وما بندافعش عن نفسنا. فانت بالتالي ما بتدافعش عن نفسك، مين هيدافع عنك غير جماهيرك اللي دمها محروق بقالها 3 مطوشه؟ فكده ما ينفعش يا جماعه. فاللقاء بدأ زي ما احنا شفنا في اجواء مثاليه جدا 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 وتشكيل خارج التوقعات. ماتش مفتوح في بدايه اللقاء. نادي الاهلي اول 5 دقائق كان متواجد وعامل ضغط بقياده طبعا رضا سليم، وقدر ان هو يهدد مرمى صن داونز من ناحيه الشمال ناحيه علي معلول. وطبعا باين ان الضغط وكان شكلنا حلو جدا. انا كنت مبسوط اول 10 دقائق، وبعد كده الموضوع تحول تماما لنادي صن داونز، ما اعرفش ليه، ولكن ما فيش رهبه، ما فيش اي حاجه. انت لاعب ما عندكش ثقه في نفسك، وبالتالي مدير فني اخطائه بقت كتيره. ما ينفعش في المطوشه اللي زي كده يا جماعه اللي احنا نخطأ الاخطاء ديت. التشكيل فيه لغط كبير جدا جدا. انا شايف ان كهربا كان لازم يلعب. هتقول لي ان هو مصاب، هو مش مصاب ولا حاجه. امام عاشور عايزين نعرف قصته ايه بالظبط، لان الاثنين دول لو كانوا متواجدين كان الشكل اتغير، بس كان هيتغير في اوقات معينه لان المدير الفني نازل بيدافع. خط النص مش عارف يمتلكه، فبالتالي مين هيغذي الناحيه الهجوميه؟ طبعا ما فيش الكلام ده كله. وانا ليا عتاب طبعا على صلاح محسن. هو حضرتك بتلعب في النادي الاهلي معانا؟ انا بصراحه ربنا ما شفتكش، حتى ما فيش فرصه اللي انت تجري وتضغط وتروح وتيجي. حتى اخلق لنفسك يا اخي فرص، لكن انت ما فيش خلق اي فرصه زي ما احنا شفنا. فبالتالي كنا بنلعب ناقصين 1. حتى موديست لما نزل مفيش دعم، فبالتالي كنا برضو كأننا بنلعب ناقصين 1. مفيش راس حربة يا جماعة. الكلام ده قلناه للكابتن محمود الخطيب بقالنا 3 سنين، عايزين راس حربة. من الاخر جبت لنا مين؟ موديست اللي عنده 35 سنة وما بيقدرش يجري ولا يعمل سبرنتات، ولا مهاجم من الطراز الاول. ده لعيبه صن داونز خصوصا الثلاثي سيرينو وميداو وإليندو
لعبوا ماتش طبعا كويس جدا، وعملوا ضغط على دفاع النادي الاهلي، وخصوصا طبعا رامي ربيعه اللي انا مش عارف ان هو متواجد في النادي الاهلي لغايه دلوقتي ليه، ولكن كولر طبعا ليه راي تاني. وشفنا عرضيه سان داونز، مديبه بيلعب الكره بدماغه، قدر ان الشناوي يتصدى للكوره، وطبعا هجمات يعني في المتناول، بس طبعا نسبه الاستحواذ كانت كبيره جدا لسان داونز، نسبه 70% يا جماعه ل 30%. هل ده معقول؟ هل ده او هل دي فرقه النادي الاهلي اللي اخدتنا على الثلاثات والاربعات هنا في الدوري؟ مش عارف. هي طبعا واضح جدا ان المشكله نفسيه اكتر منها كرويه، لان طبعا احنا اكبر هزيمتين في افريقيا كانت على يد سان داونز، بس كانت في اجواء والفرقه ما كانتش زي الفرقه ديت. يعني النهارده الماتش كان في المتناول وفي غيابات كتيره جدا لفرقه سان داونز، وينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 0-0، ويبدا الشوط الثاني صن داونز نازل ضاغط بيلعب على ارضه وسط جمهوره، استحواذ 70% 30% للنادي الاهلي، اول مره تحصل، وبخطا ساذج من دفاع النادي الاهلي، وشوطه باينه ان هي هتشاط فين وازاي، بتسكن شباك الشناوي ليحرز صن داونز الهدف الاولاني. شفنا التغييرات بتاع كولر ما قدمتش اي جديد، موديست نزل مكان صلاح محسن اللي هو غير متواجد وما ينفعش يلعب في ماتش زي ده. وشفنا طبعا اكرم توفيق قدر ان هو يرجع في الماتش النهارده بديل لمحمد هاني ويقدم مباراه كويسه، ولكن طبعا كان في خطا كان هيكلفنا الهدف الثاني لولا ستر ربنا. وشفنا محمد طاهر قدر ان هو ينزل في الشوط الثاني وبرضه لاحت ليه فرصه بخلاف. وشفنا الكرة الأخيرة بتاعت بريستاو اللي هو ضغط على الحارس وقدر إن هو يغلط الحارس، وكان ممكن اللي احنا نحرز هدف التعادل في كرة زي. مش هطول عليكم اكتر من كده، بوجه كلامي للاعيبه نادي الاهلي ما لكوش اي حجه النهارده، ولكن طبعا تبقى العقده لصن داونز متواجده للاعيبه نادي الاهلي. عندنا فرصه في لقاء العوده هنا في القاهره بعد يومين ان شاء الله، نقدر نصعد ونكمل المشوار، والاخطاء هنصلحها ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، تنسوناش يا جماعه بالمتابعه والاعجاب. قناه وليد حلمي الاهلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.